ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ انا اسمي مستر كوكو، وده اول فيديو هنتعلم فيه ازاي نعزف البيانو من الاول خالص. ركزوا معايا كويس وهقولكوا على لعبة حلوة هنلعبها اول لما بابا يرجع من الشغل. هخليكوا تلعبوا اللعبة دي مع بابا وماما اول لما يكونوا موجودين لما بابا يرجع من الشغل. طيب مين فيكم يا حلوين بيتفرج على توم وجيري؟ اللي بيتفرج على توم وجيري يرفع ايده لفوق. اوكي، في ناس كتير بتتفرج على توم وجيري وانا منهم. طيب، في حتة قبل كده جت في توم وجيري في حلقة من الحلقات كان في آلة موجودة. الآلة دي توم وجيري هما الاتنين كانوا بيجروا ورا بعض وهما بيعزفوا على الآلة دي. الآلة دي أنا مش فاكر اسمها أورج، اسمها بيانو، اسمها حاجة كده. طيب مين فيكم يعرف الآلة دي اسمها ايه بالظبط؟ هي أورج ولا بيانو؟ أقول لكم على حاجة، اللي يعرف الإجابة يخليها في سره، واللي ما يعرفش الإجابة يوقف الفيديو بسرعة دلوقتي ويطلع يجري على ماما يشوفها هي فين، في المطبخ ولا في البلكونة ولا فين، ويسألها بسرعة هو ده ايه اللي في توم وجيري ده، ايه اسمه، ايه أورج ولا بيانو، ويجي بسرعة تاني عشان يقولي. أنا هديكوا 5 ثواني عشان تعرفوا الإجابة. 1 2 3 4 5. اوكي، انتوا المفروض دلوقتي عرفتوا الإجابة أو سألتوا ماما أو انتوا كده كده عارفينها. طيب شكل الآلة دي طلع بيانو. اللي موجود في توم وجيري، الآلة اللي هما بيعزفوا عليها الكبيرة دي اسمها بيانو. أول حاجة هنتعلمها النهاردة ايه الفرق ما بين البيانو والأورج. دي آلة ودي آلة، ايه اللي موجود هنا وايه اللي موجود هنا، دي صوتها ايه ودي صوتها ايه ودي شكلها ايه ودي شكلها ايه. هو ده اللي هنتعلمه النهاردة. بس ركزوا كويس عشان الفرق ما بين البيانو وما بين الأورج هو ده اللي هنستخدمه في اللعبة اللي هنلعبها لما بابا يرجع من الشغل ونتكلم معاه. طيب اقول لكم على فكرة حلوة نعملها. انا دلوقتي هفرجكم على جزء من توم وجيري، الجزء اللي هم فيه بيجروا ورا بعض على البيانو او بيلعبوا مع بعض على البيانو، تمام؟ وانتوا قولوا لي وفكروا كويس، شكل البيانو ده ايه؟ الزراير بتاعته عددها كبير ولا صغير؟ شكله هو ضخم كده وكبير ولا صغير؟ الظهر بتاعه فيه حاجة ولا لأ؟ لونه ايه؟ الصوت اللي بيطلعه ايه؟ فكروا كده وقولوا لي. يلا اتفرجوا. هسألكوا سؤال، حد خد باله دلوقتي ان الزراير اللي هم عمالين بيعزفوا عليها وبيلعبوا عليها دي عددها كبير قوي؟ هم مش عدد زراير قليل، لا ده عددهم كبير قوي وهم عمالين رايحين جايين عمالين يعزفوا على الزراير الكتيرة دي. خدوا بالكم، دي اول حاجة تميز البيانو، ان عدد الزراير بتاعته كتير، غير الأورج عدد الزراير بتاعته قليل. سيبكم من الأورج، خلينا دلوقتي في البيانو اللي انتوا شفتوه في الفيديو بتاع توم وجيري. عدد الزراير اللي هما بيدوسوا عليه كتير، ده أول حاجة. طيب تاني حاجة ايه؟ كل ما هما يدوسوا على زرار يطلع نغمة، النغمة اللي احنا بنسمعها الصوت قريب من بعضه، هو ده صوت البيانو. يعني البيانو مفهوش أصوات كتير، في صوت واحد بس، صوت البيانو. يعني من الفيديو اللي احنا شفناه نقدر نتعلم حاجتين. أول حاجة إن البيانو عدد الزراير بتاعه كبير، وتاني حاجة إن ليه صوت واحد اللي هو صوت البيانو. طيب أمال إيه بقى اللي موجود في الأورج؟ الأورج مختلف عنه شوية، هو شبهه في شكل الزراير، إن في زراير لونها أبيض وفي زراير لونها أسود زي شكل البيانو بالظبط. أمال إيه الفرق؟ الفرق إن الأورج عدد الزراير بتاعته مش كبير قوي زي ما شفته في الفيديو، لأ عدد الزراير بتاعه قليل شوية. إيه كمان أقدر ألاقيه في الأورج؟ اللي أقدر ألاقيه في الأورج إن في زراير فوق أقدر أدوس عليها أقدر أغير صوت الأورج. إزاي؟ شفتوا قبل كده الكمانجة زي اللي في الصورة دي اللي أنا بعزفها كده؟ أو شفتوا قبل كده الجيتار اللي هو اللي أنا بعزفه كده؟ أو شفتوا قبل كده الناي اللي أنا بعزفه كده؟ دي كلها آلات مختلفة. الآلات دي الأورج يقدر يديني نفس الصوت بتاعها،
ازاي يعني؟ يعني وانا بدوس على الزرار اقدر ادوس فوق على زرار تاني يغير لي النغمة. يعني ايه يعني؟ مش فاهم. يعني في زرار فوق اسمه الجيتار، انا لو دوست على صوت الجيتار اقدر ادوس على الزراير الابيض واسود يطلع لي صوت جيتار. في زرار فوق اسمه الكمانجة، انا لو دوست فوق على زرار الكمانجة لما انا ادوس على اي زرار تحت في الابيض واسود يطلع لي صوت الكمانجة. هو ده اللي موجود في توم وجيري في البيانو؟ لا، ما تنسوش البيانو الزراير بتاعته كبيرة وليه صوت واحد هو صوت البيانو. طب الأورج الزراير بتاعته قليلة شوية وفي كذا صوت، أقدر أختار صوت الكمانجة أو صوت الجيتار أو صوت العود أو صوت الناي أو أي آلة من الآلات المختلفة اللي موجودة. طيب يا حلوين، ايه اللي مطلوب منكم تعملوه دلوقتي؟ اللي مطلوب منكم تعملوه دلوقتي ان انتوا توقفوا الفيديو وتبصوا لماما وتقولوا لها يا ماما في حاجتين، في حاجة اسمها بيانو وفي حاجة اسمها أورج. البيانو هو فيه عدد زراير كبير وليه صوت واحد اسمه بيانو، والأورج ليه عدد زراير قليل وفيه كذا صوت أقدر أختاره من الآلات المختلفة زي الجيتار والعود والكمانجة. وبعد ما نعمل كده في لعبة حلوة بقى هنلعبها. هنعمل ايه؟ أول لما بابا يرجع من الشغل هقول له تعالى عايز أسألك سؤال. هو انت يا بابا وانت صغير كنت بتتفرج على توم وجيري؟ هو اكيد كان بيتفرج على توم وجيري وهو صغير. هقول له حلو، قول لي بقى اللي موجود في توم وجيري ده اسمه ايه، أورج ولا اسمه بيانو؟ ممكن يتلخبط شوية ما يعرفش. اوعوا تخلوا ماما تساعده. طب افرضوا بقى بابا طلع شاطر وعرف ان اللي موجود في توم وجيري ده اسمه بيانو، احنا نعمل ايه؟ هنقول له خد تعالى يا بابا قول لنا ايه الفرق ما بين البيانو اللي موجود في توم وجيري وما بين الأورج. ايه الفرق ما بين الآلة دي والآلة دي؟ اكيد هو مش هيعرف. اوعوا تخلوا ماما تساعده. اول بقى لما ما يعرفش نعمل احنا ايه؟ نقول له بص يا بابا احنا شاطرين قوي، احنا عارفين ايه الفرق ما بين البيانو وما بين الأورج. هقول له البيانو فيه كذا كذا والأورج فيه كذا كذا. ايه ده الحاجات اللي انا لسه قايلها اللي انتوا كده كده عارفينها دلوقتي. اخر سؤال بقى هسأله لبابا، هقول له يا بابا قول لي ايه هي نغمات السلم الموسيقي؟ ممكن تدور على النت وتطلع لي ايه هي النغمات بتاعت السلم الموسيقي؟ اول لما تطلعوها خلوا بابا يكتبها في ورقة وجهزوها للفيديو الجاي. لو عجبتكم اللعبة وعايزين تلعبوا تاني مع بابا وماما تعالوا الفيديو الجاي وانتوا معاكم الورقة اللي فيها النغمات بتاعت السلم الموسيقي. خليكوا عارفينها علشان هنلعب بيها تاني المرة الجاية. باي باي.